عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درسنا بيكون جديد وهو درس المنيو في برنامج إبيس باينت. اللي حاب يصمم أو يعمل حاجات بسيطة أو يتعلم برنامج إبيس باينت مرة جميل وحلو. أول حاجة نضغط علامة الزايد، نختار طبعا المقاس هذا 1024 على 1360. نضغط أوكي، تكون هذه اللوحة ونختار اللون يكون كذا شوي مختلف وغامق، ونضغط على الدلو ونضغط أوكي. ثم نروح إلى الصور اللي نزلناها طبعا قبل من جوجل. مثلا نختار هذا البيتزا. عندنا هذا البيتزا لازم نبعد الحواف تبعه، نعمل إلغاء، نروح إلى الدلو ثم نروح إلى الممحاة ونضغط أوكي. يعني قصدي نضغط وسط الشاشة عند اللون الأبيض، طبعا بيطلع لنا كذا بهذا الشكل غير مرتب. نروح إلى الممحاة العادية ونكبرها ثم نمسح الأجزاء الغير مرغوبة فيها. احنا نحتاج الصحن فقط. طبعا لازم الفرشاة ناخذ تكون فرشاة ناعمة الأطراف وليست خشنة زي هذه، ناعمة تمسح لنا الأطراف بكل نعومة، مرة جميل. ونمسح جميع الأشياء. خلونا أكمل، أسرع شوية بالفيديو. ونكون إلى هنا وصلنا إلى الشكل المطلوب. طبعا إحنا حابين يكون الصحن كذا. والحين نضيف الإضافات في تزيين. طبعا المانيو هو عبارة عن أوجه، يكون وجهين ثلاثة على حسب المطعم. والحين صار أكثر المانيو هو عبارة عن السوشيال ميديا. بس هذا مثلا إذا إحنا حاطين على أوراق، مثلا نحط صورة كذا للتزيين مثل هذه. طبعا هذا خلفيته بيضاء. نروح إلى الدلو وكمان إلى المساحة ونضغط ضغطة واحدة أو ضغطتين، ثم نضغط الوسط كذا نمسح الأبيض، وهكذا يكون عندنا الشكل الجميل. نحطه تحت. في عندنا نروح إلى التحويل ونكبره كذا شوي، هو مجرد زينة لا أكثر. في عندنا هذه إذا إحنا ما إحنا حابين يكون بهذا الشكل الواضح، لازم نخفيه شوي بهذا الشكل. ثم نروح إلى صورة ثانية مثل هذه، نحط طبعا على المانيو. خلينا نحط بمقاس الصورة بالضبط. كيف نحوله من الألوان هذه إلى اللون الأبيض والأسود، أو يعني بالشكل مثل كذا. شوفوا أنا حطكه باللون الأسود. وإذا إحنا حابين نغطي بس إحنا حابين كذا بهذا الشكل. ثم نروح إلى الصور، وفي عندنا كمان نخليها نمد هذه شوية، نخليها غابية. هذا المانيو كذا بهذا الشكل. كمان نروح إلى الصور وناخذ مثلا أجزاء من هذه، نضغط علامة الصح، نعمل إلغاء. ما نحتاج هذه المرة للألوان الأبيض والأسود. طبعا إحنا بناخذ كيف أبغى أحول هذه مثلا من الرسم هذا من الأسود والأبيض إلى ألوان كرسمة بس بالخطوط البيضاء. أول حاجة نروح إلى الدلو ثم إلى المساحة ثم نضغط ضغطة واحدة بالوسط، ثم نروح إلى المرشح. هذا هو المرشح، ونعمل استخراج الرسم بالخط بهذا الشكل. ثم نضغط أوكي، ثم نروح إلى تغيير الألوان. شوفوا الحين حولكوا الألوان السوداء للون الأبيض. كيف نسوي؟ وبعدين نعمل إكس. الحين ناخذ أجزاء من هذا، طبعا ما راح ناخذها كلها. مثلا نروح إلى المحاية وناخذ الجزء هذا فقط. بس قبل كذا لازم نعمل نسخ للصورة، منشان إذا احتاجنا لواصق أكثر تكون موجودة، نعمل لصق ونعمل مسح للأجزاء الثانية. أول حاجة نعمل نسخ، ثم نمسح الأشياء اللي ما نحتاجها
طبعا كبرت بالمساحة. مثلا حابة أخذ هذا العنقود العنب فقط، يعني قصدي أو الطماط أو البندورة، كل بلاد لها اسم. يا ليت ما تنسون الاشتراك بقناتي وتدعموني بلايك وتفعلون الجرس. ثم نروح إلى التحويل ونحطه هنا. في عندنا كمان لازم نمحيه وبهذا الشكل. الحين في عندنا، وكمان نخليها غابية شوي، في عندنا الصورة اللي نسخناها نعمل لها لصق من جديد ونأخذ جزء. مثلا حابين ناخذ الفلفل، نروح طبعا أول حاجة نمسح بشكل بطيء الحواف فقط، ثم نمسح الباقي الأجزاء بكل سهولة. نكبر المساحة أكثر، ثم نعمل تحويل وناخذ الفلفل ونحطه كذا هنا. كمان نعمل نسخ من جديد للصورة وناخذ الجزء، مثلا هذا البيتزا، نروح إلى المحايا ونمسح أول حاجة الأجزاء. خلينا ناخذ نسبة ثوم، ناخذ جزئين. المهم احنا الحين أعلمكم بأبسط صورة، يعني بشكل مبسط، وأنتم بتتعلمون الأكثر وأكثر. وكل ما تعلمتم بالبرنامج حاجات، يعني مو بالبرنامج، خذوها قاعدة دائما. مصممين الجرافيك لازم يتعلمون تطبيقات كثير كيف يصممون فيها، يعني لا تعتمدون على تطبيق واحد فقط، اعتمدون على أكثر من تطبيق، لأنه بعض الأحيان في تطبيقات يكون تدعم حاجات وما تدعم أشياء ثانية. نعمل تحويل ونحولها إلى هنا، ونعمل لها لصق، ونأخذ مثلا جزء من هذا مثل الطماط، مش الطماط أو قطعة الطماط، حاجة جزء بسيط. نروح أو هذا الفطر، ناخذ أكثر من فطر زي هذا. نروح إلى التحويل ونحطها مثلا كذا، ونمسح هذا ما نحتاجه، ونمسح كمان هذا النقاط. أزيد كذا، أرجعها أو أصغرها أكثر، يمكن كذا أفضل. ثم نروح نجيب شيء مميز أو شكل زي كذا ونحطه هنا فوق تبع الخطوط. هذا تحصلوها بأي مكان. نجيب المحايا أو الدلو، نمسح اللون الأبيض، نعمل دقة ثانية، نروح للمحايا ونمسح فيه شوية خطوط أو كتابات كانت على التصميم. ثم نروح إلى النص ونضغط وسط الشاشة ونكتب مثلا هيك هي عن البيتزا، بيتزا. نكبر الخط ومثلا عندنا التواصل الاجتماعي، مثلا نحط جميع البرامج مثل الانستغرام، تعملوا زوم تحطوها إلغاء، ثم نروح نحط التيك توك مثلا
نعمل زوم كمان، نصغرها نخليها نفس بعض. نروح إلى البرنامج سناب شات، نروح كمان للبرنامج الثاني الواتساب، نروح لبرنامج الفيسبوك، طبعا الفيسبوك يحتاج لشوية تعديل، نروح إلى الدلو ونمسح كذا. طبعا الواتساب غلط، الواتساب لازم نحوله للوسط، ونعمل جمع أو نعمل جمع للتطبيقات. الحين صار كلهم مع بعض، حابين ننزلهم إلى هنا مثلا ونضغط نروح إلى النص، مثلا مطعم نحط أي حاجة مثلا بالإنجليزي، أو مثلا خلينا نكتب بالعربي والمطعم يكون بالإنجليزي، مثلا مطعم الألماس مثلا يكون حسابهم مثل كذا. خلينا نصغر الحجم، يحتاج لتعديل الألماس. طبعا عندنا برنامج الواتساب نحطه هنا مثلا، وكمان نحط له مثلا رقم، حابة أحط رقم وهمي مو رقم أي حاجة، مو رقم أي حد، مثلا 550977811 ونحطه كذا، ونكتب العناوين مثلا تبع حق الفيسبوك والتيك توك وكل حاجة. ونكون إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس الأول من المانيو وهذا الوجه الأمامي، وإن شاء الله بالدرس الثاني تأخذون كيف تصممون أسعار البيتزا وحاجات كذا. وإلى اللقاء، لا تنسون أن تدعموني بلايك واشتراك.